الآن من هون اللعيبة راح يمر إن شاء الله يدخلوا إلى الملعب، وسننطلق معا بإنشاد النشيد الوطني المغربي إن شاء الله. فتحت الأعلام، الأجواء مجنونة في الملعب، بإذن الله اليوم يكتب يوم تاريخي. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. بدأ الآن دخول المنتخبين. جايبين لكم زاوية جبارة في التصوير، قلت لكم في حلقاتي بعطيكم زوايا ما بيشوفوها على التلفزيون. المنتخب الإسباني يدخل بقيادة بوسكيتس، يوناي سيمون، رودريغو، لابورت، ماركوس لورينتي، جوردي ألبا، جافي، بيدري، أسينسيو، داني أولمو، فيران توريس. وهذا منتخبنا المغربي وصل رسميا بياسين بونو، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي، مزراوي، سفيان مرابط، أوناحي، أملاح، سفيان، بوفال، حكيم زياش، والنصيري في قلب الهجوم. صانع القصة المغربية الجميلة في كأس العالم، المدرب القدير وليد الركراكي، أول مدرب عربي يصل إلى دور ال16. وهذا هو لويس إنريكي. من الاشياء الجميله في الجمهور المغربي يا اخوان انه اذا كانت الكره مع لعيبه المنتخب الاسباني كلهم يبداوا بالتصفير، سواء بيصفروا بايديهم او معهم صفارات. نعم، داخلين صفارات معهم الملعب. بالمقابل اول ما يستلم اللاعب المغربي الكره مباشره الكل بيبدا بالصراخ بكلمه سي، انطلق، روح. نعم، وهذا يضع اللاعب طبعا الاسباني تحت ضغط شديد، صفارات من كل حدب وصوب انهالت عليه من كل مكان، خلوه يرتبك، يحاول يتخلص من الكره باسرع وقت. يلا باذن الله يدخلها. ما تحقق والله لا. الدقيقة 120 بدأت الآن تبديلات البلنتيات، يعني بدر بنون الأنسة لأنه نفذ ركلات جزاء ممتاز. وكذلك المدرب الإسباني سحب لويس إنريكي، سحب نيكو ويليامز مع نزل في الشوط الثاني ونزل مكان إنك جوارديولا العرب. جبار مدربنا العربي العنيف، وانتهت بسم الله يا الله إلى ركلات ترجيح، ليست ركلات الحظ. مختبر يقول لك ركلات الحظ. بدنا نطلب بلنتيات أول، بدنا ناخذ تلفيت اول، بدنا نسدد اول. يا شباب رومان سايس راح لنفذ القرعه، نكسبها ان شاء الله. نسدد اول ونخفف العبء والضغط على لاعبينا. برجع بقول هي ليست 100%، هي 80%. يعني مثلا بالامس كان استثناء، اليابان بدات وخسرت لانهم 3 لاعبين ضيعوا بلنتيات. شو نعمل لهم؟ ندخل نسجل عنهم يعني؟ بس المنطق من يسدد اولا يفوز. من كل 5 مرات 4 مرات بيفوز من يسدد اولا. يلا بوسكيتس، رومان سايس. بالنسبه لي هذه معركه، نحسم الاولى وناخذ القرعه. عفوا بقرعه راح بوسكيتس اختار الجول،
حسب ما شفت انا بوسكيتس اختار المرمى صح؟ اختار الجول معناته قد يكون فرط في موضوع اختيار الجول. حلو حنشوط اول. راح نشوط اول يلا بسم الله يا الله. نشوط اول يا الله. الأخيرة يلا يا أشرف. نسجل يا أشرف ونخلص ونصنع التاريخ مع بعض ونذهب إلى ربع نهائي كأس العالم ونحقق أفضل إنجاز عربي في التاريخ. إسبانيا للمرة الثانية على التوالي ستودع من دور 16 بعد مونديال روسيا. يا رب يا الله الختام. مبروك. كاس عين صادق. اي واحد متلبك يا رب.